صباح الخير يا مولاتي. يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماماتي، صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماماتي، ابوس الايد وقلبي سعيد يا اول حب بحياتي. اضحك يلا يلا اضحك عايزة تعيطي، مش وقت عياط ده، مش وقت عياط خالص. ايوه وانت شايل ايوه انت رخم يوم عيل رخم. التكريم والتقدير لأمهاتنا، تكريم أمهات يتفضل بتقدير السيد الأستاذ مصطفى ياسين، ممثل الشباب بالهلال الأحمر فرع القاهرة. والآن مع لحظة الوفاة، لحظة العرفان. الآن مع تكريم 5 من الأمهات، بعضهن من الهلال الأحمر وإحداهن من خارج الهلال الأحمر، وبالتحديد من منطقة زينهم، المنطقة اللي احنا فيها. وديت مش غريبة، ده مبدأ أرسال السيد الوزير محافظ القاهرة ورئيس مجلس الإدارة، إن الهلال الأحمر للناس كلها وبتاع الناس كلها، والعمل التطوعي مش قاصر على فئة واحدة، وأي مخلوق قادر على العمل التطوعي. والآن نبدأ بتكريم أولى أمهاتنا، أم قريبة إلى قلوبنا نعرفها جميعا من خلال المدارس، من خلال الهلال، من خلال زلزال 92، من خلال تكريمها أثناء حصولها على نقطة الامتياز من الدرجة الأولى، وهي متهيألي الكل عرفها، السيدة سامية الزاهد. وعندما نقول أم فلا بد أن يكون هناك أولاد، وعندما نقول أولاد فسرعان ما نتذكر جمعية رائدة
في مجال رعاية الأيتام، ألا وهي جمعية أولادي، والسيدة رئيسة الجمعية وعضو الهلال الأحمر المصري وعضو لجنة المستشفيات السيدة فاطمة حجازي. والآن مع أم وهبها الله ولدا واحدا، فوجدت إن بحر الحنان بإمكانه أن يفيض ويسقي الكثير والكثير. السيدة نادية عاشور، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ورئيسة لجنة تنمية الموارد، فلتتفضل. لم يتبقى معنا بعد اعتذار السيدة كوثر الأتربي إلا واحدة، هي أم وقفت في وجه الحياة، رزقها الله 3 فتيات وولد. تركها زوجها منذ أكثر من 10 سنوات ولم يترك شيء، لا دخل ولا معاش ولا أي شيء، لم يترك لها إلا هموم الحياة، لكنها لم تيأس من رحمة الله وقررت أن تقف في وجه التحدي حتى تستطيع أن تعبر ببناتها وولدها بحور الخطر. السيدة فاطمة أبو الحارس تتفضل، من سكان منطقة سنغا. وفي النهاية إذا